السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، يا رب يكون الجميع بألف خير. وأنا النهاردة برغم إن الأهلي مش بخير بس أنا بخير. هدايا بيراميدز والزمالك للأهلي. هزيمة الزمالك من زد 2-1 وهزيمة بيراميدز من سيراميكا 2-0. يا جماعة قلنا مليون مرة أوسوريو لا يصلح لتدريب الزمالك. الراجل في إحصائية كده خفيفة وسريعة، الراجل ده لعب مع الزمالك لحد دلوقتي 22 ماتش، 17 في الدوري و3 في كاس مصر وماتشين في الكونفدرالية. فاز في 12 ماتش وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات. يعني بمعدل كده ماتش فوز، ماتش هزيمة، ماتش تعادل، عامل لك ميكس كده. دي طبعا يعني ايه، ارقام تعتبر كارثية للراجل ده. الزمالك سجل في الماتشات دي، في ال 22 ماتش دول سجل 46 هدف ودخل مرمى الزمالك 25 هدف، وده رقم كبير جدا بجد. يعني كان الله في عون جماهير الزمالك، واحنا لسه في الاسبوع السادس والزمالك اتغلب ماتشين وتعادل ماتشين وفاز ماتشين، نفس الميكس بالظبط ما شاء الله. يعني الزمالك لو استمر على كده ممكن نشوفه بينافس على الهبوط. 22 مباراة لأوسوريو مش عارف يثبت تشكيل ولا عارف يحفظ لعيبه جمله. دفاع الزمالك شوارع، اللي قلناه يوم ماتش الخمسه بتاع سموحه والناس زعلت هو اللي بيتقال في ماتش انبي الهزيمه، هو اللي بيتقال النهارده مع زد. هو نفس المشاكل نفس المشاكل. انتوا بس كل اللي عملتوه ان انتوا طلعتوا الجماهير السما ونزلتوهم تاني لسبع ارض بس، لكن انت مشاكلك هي. الزمالك وصل بيه الدرجه ان اي حد عايز 3 بونت ياخدهم منه بمنتهى السهوله، والراجل لا حول ليه ولا قوه قاعد عامل زي اللي ايه، زي اللي غرق زرعه، قاعد على الخط عامل كده مش عارف يتصرف. مش عارف طب انزل مين؟ ده نزل شيكابالا ولا الدموع. النهارده اللعيبه ما كانش ليها وجود نهائيا. هي بس الكوره بتاعت الجون هي اللي تعتبر يعني بصراحه العرضيه اللي عملها نضاي هي بصراحه كانت حلوه للامانه، وطبعا دخلها الجزيري. نيجي بقى ليه، يعني اقول ايه، انا مش عارفه والله العظيم. يعني دفاع الزمالك النهارده حاجه بلح، مفيش في ايه يا عبد الغني. يا عبد الغني انا عملت لك مره يعني ريلز كده لوحدك، انت في ايه يا ابني؟ انت مسلط على الفرقه دي والله يا عبد الغني. انت مفروض كده تانجج اوسوريو ومن باب النادي ومحدش يشوف وشكوا تاني للامانه، لان انت بلوه في خط ظهر الزمالك بامانه الله. النهارده اوسوريو بدا التشكيل غلط واللاعيبه كسر، نفس الاداء نفس الاخطاء، دفاع شوارع، رغم ان زد بدا الماتش مخضوض من الزمالك ونجح الزمالك انه يسجل هدف في اول 3 دقايق، وكان ممكن الزمالك يعني يستغل الحاله بتاعت عدم تركيز زد دي ويسجل هدف و2، ولكن الزمالك لا بيقدر يسجل هدف تاني ولا بيقدر يحافظ على الفوز بهدف. نيجي بقى للكوميديا، عشان انا النهارده قلت ايه، انا هعمل لايف يا جماعه مسخره بس غصب عني والله. قبل الماتش تم استبعاد احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري عشان امبارح هم خرجوا من المعسكر وقالوا يعني نسهر سهرايه كده حلوه، طبعا بدون اذن الفريق ومحدش كان يعرف. يعني الرجاله مثلا عندها ماتش بكره وماتش مهم. زد صحيح مش فرقه يعني، وفرقه صحيح اول مره تلعب في الدوري،
بس يعني فرقه بتقدم كوره، وانت حضرتك يعني برضو عمال تعرق في الدوري، فبالنسبه لك ده ماتش مهم، وتخرجوا تسهروا ومكبرين دماغكم خالص، ولا الفرقه في دماغكم. آه ومعلش يعني معلش، مجدي عبد العاطي عامل حاله حلوه في زد للامانه، يعني كان المفروض ان انتوا تقدروا وتحترموا الخصم اكتر من كده، وخصوصا طبعا بعد الهزيمه اللي اتهزمتوها من انبي. بس انتوا ولا حاجه فارقه معاكم. المسخره بقى ان انا يعني ايه، فيكم ميكس كده في دماغي يعني انا عماله اتخيل امبارح وفتوح وصبحي والزناري بعد الخروجه، يعني انا مش عارفه، هي حاله في دماغي مش عارفه اطلعها بصراحه. فصبحي والزناري بعد الخروجه بيقولوا لفتوح، ده انا بتخيل يعني، يلا يا عم بقى عشان نرجع النادي بقى قبل ما حد ياخد باله ان احنا خرجنا. رد فتوح قال له يا عم ده انا صارف على الخروجه دي من جيبي، انا النادي ما بيدينيش حاجه، انا هرجع تاني يقعدوا ياكلوا دماغي ويكسبوا بس وهنديكوا فلوسكوا وبتاع، لا والنبي خليني بروقاني كده وانا هروح بيتنا. فتوح ما رجعش النادي اصلا، وصبحي والزناري هما اللي رجعوا واستبعدوا قبل الماتش بساعتين. المشهد كده بيقول ان فتوح رمى الطوبه، خلاص طوبه الزمالك فتوح رماها، و70 80 90% مش مكمل، هو مش فارق معاه. حسين لبيب بقى، يعني انا نفسي، انا بحترم حضرتك طبعا ونحترم اي اداره تيجي للزمالك عشان كنا عايزين الفرقه تقف على رجليها، بس لازم سيطره شويه لان الامور كده هتفرط، لازم سيطره شويه. انا متاكده ان فتوح مش مكمل، الكلام ده كان من الاسبوع اللي فات بس انا ما قلتوش في فيديو، بس هو بقى يعني بالحركه اللي عملها امبارح دي والتنفيض كده والخروج والصرمحه اللي حصلت دي اتاكد لي. كان صرح الوكيل بتاع فتوح الاسبوع اللي فات ان لو الزمالك قرر وضع سقف للتعاقد فتوح مش هيمضي للزمالك. وطبعا فتوح عايز يتساوى مع زيزو، تمام، وطلع لك كمان صبحي وعايز يعدل عقده مع الزمالك وعايز نفس قيمة عقد محمد عواد، ومجلس الإدارة رفض وقرر فتح باب التفاوض مع حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي، واحتمال كبير إن هو هيستغنى عن محمد صبحي أصلا. فكده الأمور وضحت جدا، كده الأمور وضحت، يعني فتوح كده أعتقد إن هو بيقول للزمالك باي باي. نيجي بقى لمباراة بيراميدز النهارده، مش هتكلم عليها كتير اكتر من ان محمد شكري والقندوسي ابناء النادي الاهلي ولادنا علموا على بيراميدز النهارده بجونين روقان، وده يثبت ان ولاد الاهلي اون فاير في اي حته ويعلموا على اي حد. شكرا للزمالك وبيراميدز اللي روقوا علينا النهارده، كنا متعكنين امبارح، وبكده الزمالك بيحتل المركز السادس في 6 مباريات وفي انتظار باقي مباريات الاسبوع السادس. احنا بنتكلم لحد اللحظه دي ما نعرفش الاسبوع السادس على ما يخلص الزمالك هيتحدف في اي مركز، ممكن يوصل للمركز العاشر، وزد بيحتل لحد دلوقتي المركز الثالث، وبيراميدز مازال متصدر في المركز الاول، وسيراميكا في المركز الثامن، وفي انتظار عوده الاهلي بكره علشان يلعب بقى الماتشات اللي باقيه له، ونشوف كده الدنيا هتروح فين وهتيجي منين. في ملحوظه صغيره، الزمالك النهارده في الاستحواذ كان مستحوذ 71% مقابل 29% لزد، وتقريبا دي النسبه اللي كان مستحوذ فيها برضو في ماتش انبي، وخرج من المباراتين مهزوم. فانا بجد زي ما انا قلت قبل كده، الاستحواذ ما بيدلش على قوتك نهائيا، العبره بالخواتيم. الزمالك
مفروض يقول لأوسوريو باي باي، كفاية كده وجبرت. الإدارة لازم تشوف مدير فني جديد وتحاول تحل مشاكل اللعيبة، لأن اللعيبة برضو مش تمام ومحدش يقدر يلوم عليهم، بيلعبوا ببلاش. فحتة ان يبقى اللعيب عنده حمية كده، وان اللعيب يبقى متعصب للفرقة وانه عايز يكسب والكلام ده لا، مش موجود. وفكرة بقى ان احنا نعتمد على ضربات الجزاء اللي انتوا عايزينها ديت، وكل شوية واحد يروح يترمي اخر 10 دقايق عشان ضرب الجزاء، يعني الكلام ده بايخ. انتوا خدتوا موسمين بالشكل ده، كفاية نلعب بقى بنظافة. لحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في قناتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك، يشرفني وجودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.